السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل الكشري المصري. طبعا زي ما انتوا شايفين طبق زي دوت بنجيبه من بره بالشيء الفلاني وما بيشبعش عيل صغير. النهاردة هنعمله في البيت، نظافة وطعم مفيش بعد كده. يلا معانا. هنجيب العدس والمكرونة وهنسلقهم الاتنين وبعدين نرجع مع بعض. يلا بينا. ادي العدس اهو بيتسلق. انا بشيل الريم بتاعه يا جماعه، اي بقوليات نشيل الريم بتاعه عشان ما ينزلش في الميه تاني. وادي المكرونه اهي بتتسلق. ماشي. وبنحط ايه؟ معلقه زيت في ميه الغليه. تمام. دوت البصل بنقطعه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، اسمها بيسموها جناح عصفوره. ماشي. دلوقتي هنقطعه وبعدين نبدا نحمره. ماشي. نحمر وننزل البصل. نحمره اهو، اتحمر اهو. هنبدأ نطلعه، هنصفيه من الزيت خالص لان الزيت دوت طبعا مش هنرميه، هنستخدمه في كل الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي. هنطلع البصل على ورق مناديل وبعدين نشوف نعمل ايه. ديت المكرونة خلاص اتسلقت وصفيناها، وده العدس اهوت. تمام. دلوقتي بقى قطعنا اهي بصلة مكعبات وهنحط من الزيت بتاعنا اللي اتصفى من البصل. تمام. هنسيب البصلة بس تتحمر. اتحمرت اهي. تمام. دلوقتي هننزل بقى فيها ايه؟ المكرونة اللي احنا سلقناها. تمام. ادي المكرونة اهي. ماشي. هنحطها كلها وهنحط معاها العدس بجبة. بعملهم الاتنين في حلة واحدة يترددوا مع بعض. طبعا ما ننساش الملح والفلفل الاسمر. طبعا ده ما تصورش بتاع فصل. ما تنسوش الملح والفلفل الاسمر مع المكرونة والعدس بجبة. دلوقتي برضو خدنا شوية زيت اهو. تاني هنعمل ايه؟ الرز. ادي شوية زيت هنحمر فيهم الشعرية. نقلبها لحد ما ايه تتحمر معانا، ناخد بالنا ان هي ما تتحرقش. تمام. اهي اتحمرت اهي. هننزل معاها الرز مغسول ومتصفي برضو. ماشي اهو. نقلبهم مع بعض كويس جدا وبعدين هنحط له المية والملح بتاعه. دلوقتي بقى هنغطي عليه لما يغلي. هنبدأ نوطي عليه ونسيبه يتردد. دلوقتي هنعمل الصلصة. هناخد برضو شوية زيت من اللي عندنا بتاع البصل، وهنجيب توم مفروم. ده انا كنت مفرزاه يا جماعة. ماشي. يا دوب هيصفر بس مش هسيبه يتحمر لان ديت مكان الدقة. انا ما بعملش دقة، بعمل كله مع بعضه يا جماعة، اتنين في واحد. بعمل الدقة مع الصلصة. دلوقتي حطينا ربع كوباية خل على الثوم. وبعدين هنجيب الطماطم المفرومة، او ممكن تستخدموا صلصة زي ما انتوا عايزين يعني. ادي الطماطم اهي.
بنسيبها الا لما تتسبك. اتسبكت معانا اهي. هنحط التوابل بتاعتنا، هنحط الزعتر، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بابريكا، وملح. تمام. الزعتر حلو قوي يا جماعه في الصلصه، انا بحب احطه في كل الصلصات عندي، بيدي طعم وريحه حلوه جدا جدا. تمام. ادي الرز اهوت اتردت، والمكرونه والعدس بقوا جاهزين، والصلصه كمان جهزت. نبدا بقى نغرف. ادي المكرونه، ادي الكشري، طبق الكشري نحط عليه الصلصه. طبعا يا جماعه اقل طبق كشري بره دلوقتي بقى ب15-20 جنيه. ادي الطبق اهو جاهز. عليه البصل مش محروق والله يا جماعه، الكاميرا اللي مغمقاه كده مقرمش وجميل. ودلوقتي طبق الكشري بقى جاهز، طعمه جميل يا جماعه، روعه روعه، احسن من بره 100 مره. جربوه وانتوا ما عدتوش هتشتروه تاني من بره، وبألف هنا وشفا.